اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بسم الله. ان شاء الله النهارده اول مره هعمل عزومه في القناه، وجايه لكم بافكار جديده وحاجات حلوه ووصفات جميله، يا رب تعجبكم. وان شاء الله احنا مع بعض خطوه بخطوه عشان اقول لكم مين معزوم وعملنا العزومه الحلوه دي لمين، ومين هيشرفنا وينورنا، والف هنا وصحه على قلوبهم ان شاء الله. واحلى الوصفات والاكلات انا عملتها لهم النهارده. بصوا انا هنا بسلق كرنب، دي ميه السليق، وده لبن بغليه علشان هعمل العاشوره الجميله دي. مش الموسم بتاعها انا عارفه، بس انا حابه ان انا اعملها لهم النهارده لان انا بعملها حلوه قوي، يا رب تعجبهم ان شاء الله. وهنعمل مكرونه نجريسكو اهي، والخضره بتاعتنا اهي قطعناها، ومعانا ممبار اهو ما شاء الله. هنعمل حاجات جميله قوي النهارده، يا رب تعجبكم. احلى وصفات لاحلى ناس واحلى اكلات. مش انسوا الاشتراك في القناه واللايك والشير عشان يوصلكوا كل جديد. احنا مع بعض كده خطوه بخطوه، وهوريكم انا هعمل ايه النهارده. احنا قبل العزومه بيوم بالليل حوالي الساعه 11 هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض كده خطوه بخطوه. ادي العاشوره الجميله بتاعتنا اهي، انا نقعتها النهارده من الظهر كده، هسلقها وبغلي اللبن اهو، وهوريكم بقى هعمل ايه خطوه بخطوه كده. احنا مع بعض وهنشوف هنعمل ايه كده يا حبايبي. بسم الله. انا هعمل دلوقتي المحشي. دي الحله هسميها الصاروخ، هسمي الحله دي الصاروخ. عملنا قبل كده مع بعض القنبله وطلعت هايله. هنعمل مع بعض بقى دلوقتي الصاروخ. وصفه اول مره هعملها عندي، معرفش حد عملها قبل كده ولا لا. انا هعمل كرنب بالبفتيك. البفتيك اهو انا متبلاه، بتبله ببصل مبشور وملح وفلفل اسود بس، ما بحطش حاجه تاني. وادي الحله بتاعتي اهي، حطيت فيها ورقه خضراء اهي، ورقه خضراء. هعمل ايه؟ هحط الاول، وادي البصل بتاعي طبعا زي ما متعودين بحط بصله نيه. سر خلطه المحشي في البصله دي، سر خلطه المحشي في البصله دي. ومعايا هنا الكرنب اهو قطعته اهو بعد ما سلقته. هعمل ايه بقى؟ هعمل كده عشان انزل الميه اللي في البصل. حطيت ملح وفلفل اسود وكمون، ما حطيتش حاجه تاني، ولا بحط بهارات محشي ولا بحط كزبره خضراء. وهتاكلي احلى محشي. بص الريحه اصلا طالعه تجنن اهو. دي بصلايه معاها حبه كمون وفلفل اسود وملح بس، ما حطيتش حاجه تاني. هتاكلي احلى محشي. وادي الخضره بتاعتي اهي ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ادي الخضره اهي. واعمل ايه تاني؟ هحط الرز. غسلنا الرز احطه بقى. ادي الرز بتاعنا. هصفي الرز من الميه اهو. وادي هنا الصلصه اهي، بصوا جمالها. بصوا الصلصه دي بحط زيت في الحله، واقطع بصل برضو، بصله كبيره كده حلوه، وبحط تصفر كده تاخد لون بسيط خالص، واحط حبه بابريكا هي اللي بتدي لون الاحمر ده، وبحط بعد كده الطماطم. هي دي خلطه المحشي بتاعتي بالظبط. انا ما بعملش، ما بحطش بهارات غير ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا بس، ما بحطش حاجه تاني. بحب بصلها كويس كتير، وبحب الزيت برضو يبقى مظبوط فيها نسبة الدهون، زيت بس ما بحطش سمنة. هي دي خلطة المحشي اللي انا بعتمدها، وبتطلع في الاخر المحشي بيبقى حلو قوي.
اهو ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. احلى محشي تاكلوه، سهل وبسيط وسريع، مفهوش بهارات. المحشي بتاعي ما بعتمدش فيه بهارات، بس فلفل اسود وكمون وملح وبابريكا مع الصلصة بس، ما بحطش حاجة تاني. اهو نعمل كده بقى اهو، ونقلب، ولو احتاجنا تاني نحط عادي، مفيش اي مشكلة. اهي نقلب الخلطة بتاعتنا كويس، لو احتاجنا طماطم نحط. بصوا الجمال والريحة قلبة الدنيا، كالعادة روايحنا الحلوة ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. بصوا الجمال والريحة، مش عايزة اقول لكم بقى المحشي ده بيبقى عامل ازاي. الف هنا وصحة لكل حبايبنا اللي هياكلوا منه. هقول لكم بقى في الاخر انا عازمه مين، تتوقعوا مين؟ اول عزومه على القناه، اول عزومه على القناه. عاملين اكل يكفي حوالي 50 فرد، 50 فرد اطفال وكبار. وطبعا انا متبله الفراخ بقالها يومين في التلاجة. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه، وقلنا ان احنا هنعمل العاشوره برضو ان شاء الله تعجبهم. عايزه صلصه احط، انا دايما بعمل صلصه كتير، ما عنديش اي مشكله. لما بتتبقى عادي بسيبها تنفع لما باجي ايه اعمل محشي تاني. لما اجي اعمل محشي تاني بتنفع، فعادي يعني مفيش اي مشكله. الصلصه بالذات والخضره مش بيخسروا معايا، بشيلهم واكمل عليهم، او اعمل اكلة محشي كمان عادي جدا ما شاء الله. اول عزومة على القناة، يا رب تعجبكم. عملت فيها الوصفات بعد ما رصيت البفتيك في الحلة اهو. بصوا رصيت البفتيك اهو، انا بحطه ني. هنسمي بقى الاكلة دي لو نجحت كده معانا وتمام، هنسميها الحلة الصاروخ. ماشي. بصوا بقى دي طريقة لف المحشي بتاعتي اهي. بحط هنا كده حبة واجيب من الاول اهو، في ثانية الاقي نفسي ايه لفيت اهو. بنحط اللون المزهر ده، ولا اخضر قوي ولا ابيض قوي اهو. واكمل بقى على كده كل الطريقة بتاعتي اهي. بصوا الخلطة تحفة، هي بس الكاميرا ظلماها. وغير ان انا كمان بحط في الشوربة صلصة، الشوربة انا بحط فيها صلصة. بصوا هحشي بقى واخلص وارجع لكم تاني في الوصفة التانية اهو. بصوا كده اهو، بكمل على كده بقى. هخلص واحنا مع بعض ايه نشوف هنعمل ايه. وكده يا حبايبي خلصت المحشي اهو. بصوا ادي حلة وادي التانية، ده البفتيك بتاعنا اهو. خلصنا الحلتين. بصوا ايه رأيكم في الجمال؟ ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. وانا كده اهو الساعة حوالي 4 الفجر، وادي الحلة التانية اهي ما شاء الله. هغطي عليهم واسيبهم كده على الرخامة، وان شاء الله بقى بس انام ساعتين وارجع لكم تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله.
بعد الساعتين دول كده انام وارجع نكون ايه كملنا بقية وصفاتنا وعزومتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. صباحكم جميل، صباح السعادة، صباح الورد على احلى متابعين. اول مرة كده ابقى معاكم الصبح بدري. النهاردة ان شاء الله الساعة 9 في توقيت القاهرة. انا من مصر، لو بتتابعوني من اي بلد تشرفوني طبعا. النهاردة تاني يوم العزومة اهو. اول يوم الصبح بدأت اعمل في العاشورة. انا طبعا كنت نقعة الغلة من بالليل، من امبارح الظهر. غسلتها حلوة قوي قوي قوي، هي بتحتاج غسيل كويس، ونقعتها في مية لحد امبارح لحد النهاردة الصبح اهو الساعة 9 صحيت من النوم. حطيتها على النار بعد ما شطفتها كويس جدا، حطيتها في الحلة دي اهي بعد ما شطفتها، علشان هنعمل مع بعض احلى عاشورة. عشان ايه؟ العزومة حاجة حلوة. غليت على النار، خدت غلوتين كده زي ما انتوا شايفين، فتحت من بعضها. طفيت عليها النار وسبتها هتبرد. هحطها في الخلاط ضربة واحدة بس في الخلاط، وهرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. هنا بقى اهو حطيت البليلة بتاعتنا العاشورة بعد ما ضربتها في الخلاط نص ضربة. رجعتها تاني على النار تاخد غلوتين اهو، بصوا كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا امبارح بالليل انا وريتكم ان انا عملت محشي الكرنب. دي بقى الحلة الصاروخ اللي احنا هنسميها الصاروخ ان شاء الله، تبقى عنوان الفيديو بتاعنا. عملت امبارح حلتين محشي كرنب كبار، هنعمل ان شاء الله اكل يكفي 50 فرد. وادي البليله اهي بتاعتنا او العاشوره اهي، وشلت حبه عشان اعملهم بليله السكر والسمنه البلدي، بحبها قوي اهي. النهارده العاشوره مع بعض، بصوا كده. حطيتها تغلي على النار تاني ما شاء الله تبارك الله، ومتبله الفراخ بتاعتي التتبيله اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، تتبيله الشوي عشان ادخلها الفرن. وكنت متبله البفتيك بتاعي ببصل مبشور وملح وفلفل اسود بس، ما حطيتش حاجه تاني. متبلاه من امبارح الصبح وحطيته في المحشي رصيته. وكفته الفراخ انا عملتها برضو، انا عاملاها معاكم قبل كده، عملتها وسبتها على القلي، عاملاها من اول امبارح. كل حاجه معانا جاهزه، وادينا صاحيين بدري اهو هنعمل الحاجه الحلوه بتاعتنا علشان نعمل المكرونه النجريسكو ونبتدي نسوي في الاكل. لازم تجهزي حاجتك من بالليل، واللي هيتعمل ويتبل يبقى قبلها بيوم او بيومين لو انتي في شتاء، علشان يبقى كل حاجه سهله بالنسبه لك، متبقاش فيها اي صعوبه. اهو بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. تاخد غلوتين وهي اصلا تقيله، هي بصوا تقيله، هنتعامل معاها معامله شبه الرز بلبن كده بالظبط، يعني كانك هتعملي رز بلبن. بس انا بفضل دي، بحبها قوي، بحبها قوي قوي صراحه. اهو ان شاء الله ده اللبن اهو اللي انا هعمل منه المكرونه وهعمل منه العاشوره. بصوا كده حط لبن عشان ايه، خد حته قشطه جميله كده من دي. الله على الجمال ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. الله على الجمال بجد.
حاجة كده لما بتغلي في اللبن بقشطته صراحة بتطلع تحفة، بتطلع حلوة قوي. الله، بصوا الجمال، بصوا القشطة، بصوا القشطة عاملة ازاي. الله على الجمال بجد، ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا الجمال، الله اكبر. ايدك فيها كده على طول عشان ما تلزقش في الحلة، ايدينا فيها علشان مش تلزق في الحلة. صباحكم مشرق بدين الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. طبعا انا جايبه برضو لبن اللي هو الكياس المعلب ده، عشان انا بحبه في الوصفات زي ما انتوا عارفين. بسم الله. تخدمي حاجتك، هتاخدي احلى حاجه، تعمليها بحب وبرضا، هتاخدي احلى نتيجه واحلى طعم. وببركه سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا العاشورة مهما تحطي فيها لبن مش بيبان في الشكل، لكن بيبان في الطعم. بيبان في طعمها ان هي مخدومة كويس. احط حبة لبن من الكياس برضو اهو، علشان ايه؟ ناخد احلى طعم. بصوا مهما تحطي فيها لبن ما بيبانش، بس في الطعم بيبان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. نجيب اللبن بقى بتاعنا ده كده بعيد عن النار، عشان احنا غالينه من امبارح ومش دخلناه التلاجة، علشان ما شاء الله ما كانش فيه مكان احط فيه اللبن. اعمل ايه بقى تاني؟ اداني اقلب اهو. عايزاها ايه؟ تقلب كده في الغليان معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، مش قادرة اوصف لكم الريحة بتاعت البليلة عاملة ازاي، حلوة قوي قوي. معايا بقى ملك الحلويات وملك الرز بلبن. بصوا اللبن باين اهو فيها اهو، بصوا اهو. هحط معلقتين 3 كريم شانتيه، معلقتين 3 ليه؟ والله ما هستخسر، هحطهم كلهم اهو. اخر حبة عندي مش بستغنى عنه ده خالص. ابقى اجيب بقى ايه الحاجات اللي ناقصاني. امسح كده اللبن اللي بيقع ده، علشان لما بينشف بيطلع بصعوبة. اول باول كده بوتجازك يبقى نضيف، ومعاكي قماشة مبلولة واشتغلي بيها. يلا ندوب الكريم شانتيه. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. النهاردة الجمعة، اكثروا من الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.
وعلى أهله وصحبه أجمعين. طول ما احنا واقفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. الله على الجمال، الله على الحلاوة، تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. أحط شوية، حطيت حبة لبن معلب، يعني كده البليلة دي حوالي كيلو وربع. انا خدت منها، انا كانت كيلو ونص، خدت منها حبة. انا مش اشتغلتش بمقادير لان انا عاملة كمية فشغالة بالبركة بتاعت ربنا. انا اصلا ما بشتغلش بمقادير الا معاكم، انا بشتغل بالبركة كده والله، والحاجة بتطلع مية مية. دي دلوقتي كده هقول لكم بقى انا عملت ايه. حطيت حوالي اللبن حوالي كيلو ونص لبن، ماشي، ونص لبن معلب، يعني 2 كيلو لبن على كيلو وربع من الغلة، كيلو وربع من الغلة. الكريم شانتيه داب اهو ما شاء الله. بصوا الجمال والحلاوة، مفيش اجمل من كده. حلوة، مغذية، مغذية جدا، مفيدة للاطفال وللكبار، حلوة قوي قوي. البليلة معروفة يعني القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا. بصوا الجمال، وتقيلة، هي تقيلة اصلا القوام من قبل ما احط نشا تقيل. والقشطة بقى مش عايزة اقول لكم، عاملة شغل عالي. الله على الجمال. حضر كده النشا بتاعنا. عندي حوالي 6 معالق نشا كبار اهو، وعندي حبة كاستر اهو، كاتبة عليه كاستر اهو. بصوا هحطهم كمان حوالي معلقة كبيرة. مش عندك يعني ما تحطيش، مش شرط، بس انا هما كانوا عندي، انا حبيت ان انا احطهم. الكاستر حلو، بيدي قوام حلو وبيدي طعم كويس. احلى عزومة، احلى عزومة. نقلب كده عشان ما تلزقش مننا اهي، تغلي شويه وارجع لكم. نحط بقى السكر. طبعا السكر حسب الرغبه، العاشوره بتاخد سكر كتير. غير الرز مش بيتظبط بسهوله، يعني العاشوره ما بتتظبطش سكرها بسهوله. هناخد بالنا بقى. انا معاكم اهو، ده كيس. انا ما بحبش الحلويات مسكره، وانتم متعودين مني على كده، فالسكر ده حسب الرغبه بتاعتك. نحط الفانيليا. اربع اكياس على الكمية دي، نحط 4 اكياس فانيليا. بصوا بقى الريحة. عايزة احط باقي السكر لان حاساها محتاجة سكر. حطيت مية للمكرونة علشان
ننجز وقت. بسم الله ان شاء الله. شوف السكر دوت الحبة دول كمان. يبقى انا كده حطيت كيلو السكر كله. قلبي وشوفي الدنيا معاكي هتمشي ازاي. بصوا ما شاء الله القوام بتاعها تقيل من قبل ما احط النشا اللي انا محضراه. حطيت 7 معالق من النشا مع كوبايه ونص لبن كبار. ادوب السكر كويس وادوقها تاني اهي. عايزه لان العاشوره غير الرز محتاج سكر. كده انا حطيت كيس ونص سكر، وزن الكيس كيلو بالظبط. هنزل بقى بالنشا بصوا ان شاء الله تاكل كده من غير اي حاجه. بصوا الجمال. هعمل ايه كمان بقى عشان اعزز الطعم اكتر واكتر. بصوا الجمال. تغلي غلوتين وارجع له. هنزل بالنشا اهو. بصوا مع التقليب النشا مع التقليب المستمر. النشا مع التقليب المستمر اهو. الله على الجمال ان شاء الله تبارك الله. جديدة دي، جديدة ان احنا نعمل عاشورة في عزومة، صح؟ اي حاجة بتبقى نفسي فيها اعملها، بحب ادوق كل اللي حواليا. وبما ان بقى الحبايب والقرايب النهاردة قلت بقى ايه ياكلوا منها. بصوا الجمال. مش عايزه اقول لكم العاشوره عامله ايه، ولا قادره اوصف لكم الجمال بجد. حاجه كده يعني ما شاء الله بألف هنا.
بألف هنا على قلوبكم، حاجة روعة. انا جايبة طبعا علب علشان اعبي فيها العاشور. ما شاء الله، بصوا مجرد ما سبتها شويه عملت الوش المكرمش اللي انتوا كلكم بتحبوه. احلى عاشوره في الدنيا دي ولا ايه؟ الله اكبر، حلوه جدا ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. غلوه واحده بس كده احس انها هتقلب، وهحط حركه كده سحريه اهي، معلقه سمنه بلدي. عشان ايه؟ الجمال اللي عدى الكلام ده. حاجه تسلم الايادي، تسلم ايديكم وعينيكم ما شاء الله. بصوا ايه رايكم؟ يعني الكاميرا ظلماها كمان، الكاميرا ظلماها كمان ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزين ندوق الناس اللي واقفه ورا الكاميرا وعامله لنا قلق. في فرح معمول للعاشوره النهارده. بصوا كده انا خلصت، هطفي عليها واسيبها تبرد سنه صغيره عشان العلب، واعبيها اهو وارجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ومع بعض مكملين في احلى عزومه اهي. عملت الفراخ بصوا جمالها، وهولع على المحشي. بصوا حطيت هنا مكعبين مرقه وصلصه من بتاعه المحشي وفلفل اسود وملح. هقلب كويس وظبطت الملح بتاعي وهسقي المحشي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله ما شاء الله. ده المحشي اللي انا حشيته امبارح اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا الجمال، بصوا الفراخ وجمالها ما شاء الله اهو. انا مولعه طبعا على حله الصلصه دي، وعملت صينيتين مكرونه نجرسكو. الكفته طبعا انا عاملاها زي ما قلت لكم من اول امبارح. النهارده الجمعه عاملاها يوم الاربعاء. وده المحشي بتاعنا بالبفتيك، المحشي الصاروخ اهو. هحرك الحلل كده بعد ما حطيت اهو. بصوا ده مقدار الشرب بتاعي اهو، واهو ماشي. هغطي الحله اهو اهو، غطيت هيغلوا. وادي الفراخ اهي، وادي المكرونه اهي عملتها، وفي واحده في الفرن. وبنسوي كده احنا دلوقتي في وقت التسويه. بصوا ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله ربنا يحسن ختام الحاجه كده العزومه وتخلص على خير وبألف هنا وصحه، ومكملين مع بعض. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. عزومه ال50 فرد. عملنا محشي كرنب بالبفتيك روعه خطير. بصوا الجمال، بصوا المحشي عامل ازاي، تحفه حلوه قوي، بألف هنا وصحه. وعملنا كفته ومكرونه نجرسكو اهي. بصوا
بصوا الجمال والحلاوة. وعملنا فراخ في الفرن اهي، روعة خطيرة ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بألف هنا وصحة لكل اللي هياكل. بصوا الجمال، اول عزومة على القناة لأحلى حبايب وأحلى أهل. بألف هنا وصحة ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا ايه رأيكم؟ مش تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والشير عشان يوصل لكم أفكار جديدة، وكل الوصفات اللي بتنزل توصل لكم على طول. فعلوا الجرس عشان يجيلكم الإشعار. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.